فاكرين الست اللي دعت على ابنها في الحرم؟ طلعت في برنامج تفاصيل مع نهال طايل، واللي قالت فيه انها مش ندمانه خالص انها دعت على ابنها، والاخطر انها بتنصح كل ام وبتقول لها ارمي عيلك لابوه وعيشي لنفسك. طب تعالوا نكمل الحكايه للاخر. وقالت انها ندمانه جدا انها ضيعت عمرها على اولادها واللي شقيت وتعبت عشانهم، وانها قد ايه قعدت على عيالها وربتهم بعد وفاه ابوهم. فالمذيعه فرحت وقالت لها قعدتي عليهم قد ايه؟ قالت لها 3 شهور واتجوزت. لا والله بجد انت جبل يا طنط، والله رسالتي ليك يا طنط ام 44، انت مش ام، انت والده، انت بس حملتي وخلفتي، لكن الامومه قلب رحيم وتضحيه حقيقيه، مش كلام يتقال في البرامج. الام اللي بجد ما تستناش مقابل، حتى لو ابنها غلط تدعي له بالهدايه، مش تروح تدعي عليه في بيت ربنا. ده حتى في مثل بيقول ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. انت فاهمه الدين على مزاجك، عايزه ابنك يا اما يختارك يا اما يختار ان هو يخرب بيته، وانت لو بتحبي ابنك بجد مش هتتمني خراب بيته. وبعدين كفايه بقى ثقافه مرات ابني لازم تستحمل. لا يا طنط، مرات ابنك بنت ناس برضه، مش جاريه ليكي ولابنك. زي ما انت عايزاها انها تحترمك، واجب عليك ان انت كمان تحترميها وتعتبريها زي بنتك. وكمان بتتكلمي عن المطلقات وبتقولي ما بينقيش غير المطلقات. هو الطلاق بقى جريمه؟ طب ما انت نفسك اتطلقتي اكتر من مره، ولا العيب بس على غيرك؟ انت حقيقي ام نرجسيه، مش بتحبي الا نفسك وبس. ولو عندي سؤال اخير ليكي، لو انت شايفه ان التضحيه كانت تقيله قوي عليكي ما كنتش ضحيتي، وكانك كسر عينهم، وكأن مطلوب يدفعوا تمن حاجه انت اخترتيها بنفسك. الامومه مش شماعه ولا سلاح ولا دعوه في الحرم. الامومه رحمه، واللي ما يعرفش يرحم ما يطالبش بالبر. مش كده ولا ايه؟ ده كان رأيي، اكتبوا لي تحت في التعليقات.